السلام عليكم مشاهدينا الكرام. حريق مهول يلتهم محلا كبيرا في بني ملال. وقبل الخوض في تفاصيل هذا الخبر، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتتوصلوا بأخبارنا المغربية. والآن أترككم مع التفاصيل. التهمت النيران مساء الجمعة الماضي محلا تجاريا لبيع أجزاء السيارات بحي العامرية بمدينة بني ملال، مما تسبب في خسائر مادية تقدر بملايين الدراهم وفي شيوع حالة من الذعر وسط سكان الحي والعاملين به. الحريق استنفر مختلف مصالح الأمن والسلطة المحلية وأعوانها وعناصر القوة المساعدة، فضلا عن شباب الحي وعدد كبير من الحرفيين وأفراد الوقاية المدنية الذين قضوا أوقاتهم على ما يقارب 3 ساعات في إخماد تلك النيران الملتهبة. وفي الوقت الذي ذكرت مصادر محلية أن الحريق اندلع جراء تماس كهربائي، قال صاحب المحل التجاري إن الأسباب لحد الساعة تبقى مجهولة، وأن الخسائر المادية جسيمة ويصعب حصرها في الوقت الراهن. واستدعى الحادث الذي لم يسفر عن خسائر في الأرواح حضور عناصر الشرطة القضائية والشرطة التقنية والعلمية بالإضافة إلى السلطات المحلية، وتم فتح تحقيق في ظروف وملابسات وقوع هذه الحادثة تحت إشراف النيابة العامة المختصة. هنا تنتهي نشرة الأخبار لهذا اليوم، نلتقي في خبر جديد. إلى اللقاء.